من الأمثال القديمة اللي لسه الناس بترددها لحد النهاردة مثل جزاؤه جزاء سنمار. والمثل ده بيتقال لما حد يجي يعمل خير ويتجازى عليه بالشر فيقولوا ده جزاؤه جزاء سنمار. بس ناس كتير ما تعرفش ايه هي القصة المرعبة والمثيرة اللي حصلت لسنمار وخلت الناس تردد المثل ده على مر سنين طويلة. بس مين بقى سنمار ويا ترى ايه كانت حكايته؟ هنعرف مع بعض كل القصة، بس قبل ما نبدأ يلا نذكر الله ونصلي على الرسول. كان في زمان ملك اسمه النعمان ابن امرؤ القيس، والملك ده كان حاكم على إمارة اسمها الحيرة، والإمارة دي كانت تبع دولة الفرس وسكانها كانوا من العرب وبالتحديد من قبيلة اسمها بني لخم. الملك النعمان قرر في يوم انه هيبني قصر عظيم، حاجة كده ما حصلتش قبل كده يباهي بيها العرب ويفتخر بيها قدام الفرس، وخصوصا انه كان ناوي يستضيف فيها يزدجر ابن صبور ابن ملك الفرس. فالملك النعمان فضل يدور على أمهر البنايين والمهندسين لحد لما الناس دلوه على مهندس اسمه سنمار، وسنمار ده كان رجل من الروم بس شاطر جدا جدا في فن العمارة والبنى. الملك النعمان استدعاه وقال له أنا عايزك تبني لي قصر ما يتكررش، يبقى تحفة معمارية الناس تشاور عليه وتقول ده قصر الملك النعمان. سنمار طار من الفرحة وقال في نفسه الملك أكيد هيكرمني، يمكن يديني أراضي كتير وذهب أو ممكن يعيني في وظيفة كبير البنايين في المملكة. وفعلا قعد سنمار يشتغل على القصر ده سنين طويلة، يمكن فضل يبني في القصر لمدة 20 سنة، وفي النهاية خلص سنمار بنى القصر. والقصر كان فعلا حاجة تشد العين وسموه قصر الخوارنق، والناس كانت هتتجنن من جماله، كانت تمر عليه وتتفرج من بعيد وتقول ايه الجمال ده. الملك النعمان جه علشان يشوف القصر بنفسه وفضل يتمشى فيه من أوله لآخره وانبهر بالشغل اللي جواه. بس بعد كده حاجة غريبة حصلت. الملك بص لسنمار وقال له انت بتقول يا سنمار ان مفيش حد غيرك يقدر يبني زي القصر ده؟ فرد سنمار بكل ثقة وقال له بكل أمانة لا، ومش بس كده، أنا كنت أقدر أخلي القصر ده يلف مع الشمس وكنت أقدر أخليه أجمل كمان. وكمل سنمار كلامه وقال له والقصر العظيم ده فيه طوبة واحدة بس، لو اتشالت القصر ده كله يتهد ومحدش غيري يعرف مكانها فين. الملك سأله وقال له يعني مفيش حد غيرك يعرف مكان الطوبة دي فين؟ سنمار قال له لا، مفيش حد غيري يعرف مكانها. وهنا الملك عينه لمعت ووشه اتغير وبدون مقدمات أشار لحراسه وقال لهم طلعوه فوق القصر ورموه من فوق. سنمار صرخ وقال له ليه يا مولاي، هو ده جزاتي؟ الملك قال له أيوة، أنا مش عايزك تبني لأي حد تاني زي القصر بتاعي ومش عايز حد يعرف سر القصر غيري. وبالفعل الحراس أخدوا سنمار ورموه من فوق القصر، وطبعا سنمار مات بسبب مهارته وبسبب أنانية الملك وعجرفته. كان فاكر إنه لما يتقن عمله هيبقى مميز ويتكافئ بالخير، بس للأسف ملقاش من الملك غير كل شر. ومن هنا جت قصة المثل ده جزاؤه جزاء سنمار.